ازاي نبعد الأطفال عن الشاشات والموبايل؟ هنبدأ نقلل الوقت اللي الطفل بيتفرج عليه بشكل تدريجي، مش هنقطع الشاشات والموبايل فجأة علشان ما يحصلش نتيجة عكسية ونلاقي الطفل اتمسك بيهم أكتر. يعني لو الطفل بيتفرج ساعتين كل يوم هنقلل لساعة ونص وبعدين ساعة وربع وهكذا. هنبدأ كمان ندخل ألعاب تعليمية وأنشطة يكون طفلنا بيحبها وبينجذب ليها، وكمان علشان تزود انتباهه وتركيزه، زي الرسم والتلوين وقراءة القصص، وإنه يلعب بألعابه المفضلة. ولو طفلك عنده أي هواية أو أي رياضة بيحب يمارسها خليه يمارسها بجانب الأنشطة. وأي حاجة طفلك هيتفرج عليها لازم تكون برامج تربوية وتعليمية هتضيف لطفلك شيء جديد وتكون بلهجته وبعيدة عن أي قيم أو أفكار غير اللي احنا اتربينا عليها. ويفضل الأم أو الأب يكونوا جنب الطفل في الوقت ده، وده علشان يسألوه عن أي حاجة بيتفرج عليها، علشان الطفل ما يفصلش نفسه عن العالم اللي حواليه. وبلاش نستخدم الموبايل أو الشاشات في الوقت اللي طفلك هياكل فيه أو أثناء النوم، علشان لو ما أمكنش وجودهم بعد كده الطفل ما يبطلش ياكل أو إنه ما يرضاش ينام. ولو الطفل بيقعد مع الجد أو الجدة هنفهمهم إنهم يتبعوا نفس النظام لمصلحة الطفل. ونحاول نبعد الشاشات والموبايل عن متناول الأطفال ونكون إحنا قدوة ليهم، مش نقول لهم بلاش موبايل وإحنا ماسكينه ليل نهار في إيدينا. ونحافظ على الروتين ده كل يوم.